انهيار الفريق في العشر دقائق الأولى له اسم واحد وهو رافائيل فاران، كما قالت أن كايلور نافاس يتحمل مسؤولية الهدف الثاني، وأن الحارس لم يعد ذلك الحارس الذي يشعر مدافعيه بالأمان. اللاعب الآخر الذي أشارت إليه الصحيفة كمسؤول عن الهزيمة كان الكولومبي خامس رودريغيز، وقالت أن تواجد اللاعب من عدمه على أرضية الملعب سيان، وقالت أن ذلك قد يرجع لأنه يلعب في مركز لم يتعود على اللعب فيه. كما حملت الصحيفة كريم بنزيما جانبا من المسؤولية، وقالت أن المهاجم الفرنسي عاد ليظهر نسخته الغير فعالة، وأن صبر جماهير البرنابيو عليه بدأ ينفذ. وأنهت الصحيفة قائمة المسؤولين عن الهزيمة بمدرب الفريق زين الدين زيدان، وقالت أنه ارتكب خطأ قاتلا بإخراجه لمودريتش في الشوط الثاني وعدم إقحامه للمهاجم الإسباني موراتا. فهل تتفقون مع الصحيفة أم أنكم ترون أن للهزيمة أسبابا أخرى؟ أما مدرب الفريق واللاعبون فبرروا الهزيمة بقلة التركيز وغياب الحماس. La actitud es muy importante y los 10 primeros minutos nuestros no fue correcto. Y el fútbol si tiene momentos donde no estás concentrado te castiga. Sin falta de concentración. No hemos tenido los 10 primeros minutos de concentración. No podemos entrar en el partido así. إلا أنه كان مفاجئا أن يخرج قائد الفريق سيرخيو راموس بعد تصريحات المدرب ليخالفه الرأي، ويقول أن سبب الهزيمة لم يكن غياب الحماس وعدم التركيز. Yo creo que el equipo ha salido a hacer el partido que queríamos hacer. Para mí no ha sido en ningún momento falta de actitud. وتسببت هذه التصريحات في تلقي راموس العديد من الانتقادات سواء من الصحافة المدريدية أو من متابعي الفريق. وذكر موقع دياريو جول أن تصريحات راموس كانت عن قصد، لأنه سئم من أن يلقي زيدان اللوم على اللاعبين وعلى عدم تركيزهم عند الخسارة. ولم تتوقف تبعات الهزيمة عند هذه النقطة، حيث نشرت القناة الرابعة الإسبانية فيديو لكريستيانو رونالدو وهو يقول لأحد زملائه حرفيا: أنا سجلت هدفا، أنت ماذا فعلت؟ ولم تكشف القناة عن اللاعب الذي وجه له كريستيانو هذه الكلمات قاسية، كما لم تكشف عن السبب الذي دفع كريستيانو لقول هذه الكلمات. ويبدو أن المستفيد الأول من خسارة ريال مدريد أمام فالنسيا كان فريق برشلونة، حيث أنه في حال ما إذا كان قد فاز ريال مدريد كان سيتسع فارق النقاط بين الفريقين إلى 4 نقاط، وهو ما نقلته الصحافة الكتالونية إلى أغلفتها. فقالت صحيفة سبورت شكرا، وأضافت أن الهزيمة الغير متوقعة في ميستايا أعادت الحياة للليغا. أما صحيفة موندو ديبورتيفو فتلاعبت باسم ميستايا ملعب فالنسيا وقالت انفجرت الليغا، ولم تبتعد الصحف المدريدية في تحليلها وقالت